أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. اليوم سنتكلم عن الرياضة اليمنية بشكل عام. اليمن وعالم الرياضة اليمنية. يتحدث العالم العربي بأكمله أن اليمن بيئة خصبة جدا للمواهب الكروية. نرى المواهب تخرج من كل مكان، من الحارات، من الأندية، من القرى، من المحافظات. إلا أنه ماذا بعد ذلك؟ البيئة اليمنية غير قابلة للتطور الرياضي. البنى التحتية، الملاعب غير مؤهلة، الأمور صعبة جدا. يعاني أحيانا الموهبة في بلده من افتقار الأشياء الأساسية التي ينمي مواهبه من خلالها. انعدام الأكاديميات، انعدام الملاعب المعشبة، الفكر الرياضي، المدربين وما شابه ذلك. نلاحظ أن الأفارقة بسبب ضعف الإمكانيات الموجودة لديهم ينطلقون إلى الدول الأوروبية، فنلاحظ أن هنالك منتخبات بأكملها مثل فرنسا وغيرها ارتكزت على اللاعبين الأفارقة في إحداث فارق كبير جدا وحصد بطولات عظيمة جدا ككأس العالم وما شابه ذلك. الرياضات تحتاج إلى تنمية، القدرات تحتاج إلى تنمية، العقل يحتاج إلى تنمية. الرياضة في اليمن تعاني كثيرا من القصور، سواء كان البدني، الذهني، الغذائي، الاقتصادي وما شابه ذلك. نتحدث أحيانا عن لاعبين يمنيين عملوا أشياء كثيرة جدا في عدة مجالات رياضية، سواء كان بتحقيق إنجازات، ميداليات، هنالك ميدالية هنا وميدالية هنا وإنجاز هنا وإنجاز هنا، إلا أنها لا تكاد تذكر بصفة قوية جدا. لسنا ذلك البلد المؤهل جدا من أجل أن ننتج جيلا رياضيا عظيما في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة. هنالك دول كانت لا تذكر في الجانب الرياضي مثل دول شرق آسيا. الدول هذه أصبحت الآن دول متطورة رياضيا، بدأت تناضح المنتخبات الكبيرة. نحتاج إضافة إلى الفكر الرياضي، نحتاج إلى كذلك النمو الرياضي، من الفئات السنية المتعاقبة. نلاحظ أن الطفل يعاني من الخذلان من المناطق السفلى في السلم أو الهرم الرياضي، إما بتحطيم الجانب الإبداعي من جانب الأسرة، ومن ثم المجتمع الذي لا يرى في ذلك الطفل أنه تلك الموهبة الخارجة التي ممكن أن تصنع ميسي أو كريستيانو أو مارادونا جديد آخر في الوطن العربي. ومن ثم الأكاديميات التي تعتمد غالبيتها على المجاملات والمحاباة، من يتصل أكثر، من هو الذي لديه سند كبير جدا، هذا يلعب أساسي، هذا ينال الكثير من الاحترام، بينما ذلك الطفل الفقير مهما كانت مهاراته ومواهبه يظل في مستوى معين لا يتجاوز حتى حدود تفكيره. كذلك بالنسبة للفئات الرياضية في الأندية نلاحظ مجاملة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة أن هنالك الكثير من المواهب التي اعتزلت الرياضة وعادت إلى البيت أو لتمارس أعمال أخرى. يقع شيء عظيم جدا على عاتق المدربين والماسكين الأكاديميات والمنتخبات الوطنية بكافة أنواعها. يجب أن تكونوا منصفين وعادلين من أجل أن يصل ذلك الجيل وتلك الموهبة إلى ما تستحقه من الاهتمام ومن الرعاية. إن وقفتم حجر عثرة أمام هؤلاء فسنلاحظ أننا ندمر الجيل الرياضي البتة. يعرف كل، حتى لو سألت إنسان بسيط موجود في الشارع تقول له ايش الذي بيحدث للمنتخبات، ليش هكذا المستويات متردية، يقول لك اضافة الى الجانب الاقتصادي الضعيف وضعف الملاعب وانعدام الدوري، هنالك مجاملات تدخل في اختيار اللاعبين الرياضيين للفئات السنية، شباب، ناشئين، براعم، ما ذلك، منتخب اول اولمبي وغير ذلك. نتمنى ان تلقى هذه الرسالة اذان صاغية لدى اولئك المسؤولين الذين لا يراعون جانب اختيار الموهبة الحقيقية من الميدان، وإنما من. دمتم بألف خير.